السلام عليكم حبيباتي، السلام عليكم لي فان دون بوز غوموند افيك اسماء. اليوم ان شاء الله هنقدم لكم وصفة لي روس اللي يعتبر من الحلويات الجافة او بيان لي غاتو ساك. فرجة ممتعة. اولا حين نبداو بتحضير يعني لاباط تاع الغاتو تاعنا. درت كمية الزبدة اللي هي بدرجة حرارة الغرفة، من بعد زدت لها نصف كاس من السكر المسحوق اللي نغربلوه دائما باش نتفاداو وجود تكتلات، ونضربوهم بلو باتور حتى نتحصلوا على يعني على عجينه متناسقه كما تقدروا تخدموهم بيديكم. من بعد كي تخلط لي هذيك الزبده والسكر مليح والخليط تاعنا بدا يبيض، زدت حبه بيض مع صفار وزدت ضربتهم اكيد باش تداخلوا مليح. من بعد زدت لهم نص كاس من الكاوكاو اللي كنت حمصته ورحيته، يعني متوسط، ما راهو رقيق بزاف ما راهو خشين. زدت 3 مغارف كبار من الكاكاو، يعني ننصحكم تستعملوا نوعية جيدة من الكاكاو باش الجاتو تاعكم يكون بنين. زدت تاني ضربتهم باش تداخلوا مليح. في هذه المرحلة راح نزيد الفرينة، ودائما كي تزيدوا الفرينة تاعكم خلطوا معاها كمية خميرة الحلويات يتخلطوا كيف كيف، وبداو تدخلوا الفرينة تاعكم بالعقل، يعني ضيفوا تدريجيا باش ما تيبسلكمش بزاف لاباط. وتانيك ما تعجنوهاش، يعني طموا برك كيما راكم تشوفوا. انا زدت الفرينه تدريجيا وطميت لاباط تاعي، تحصلت على اون بات تكون طريه يعني كيما لاباط صابلي. غلفتها بفيلم بلاستيكي باش ما تنشفليش. من بعد بديت نحل فيها فوق، يعني لو بلان دو ترافاي رشيت كميه قليله من الفرينه، ما ديروش بزاف الفرينه باش ما تيبسلكمش العجينه. وحليتها بسمك يعني واحد نصف سنتيمتر، ماشي خشينه بزاف. كيما تعرفوا فيها الخميره وفيها البيض، يعني راح تزيد تنفخ بصح ما تنفخش بزاف. وتانيك من بعد حين لصقوا حبه في حبه، يعني ديروا حسابكم حين يكونوا زوج حبات يشكلوا لنا حبه. كيما راكم تشوفوا ماشي خشينه بزاف. ودرتها في صينيه الفرن، وسخنت الفرن على 180 درجه، وخبزتها لمدة 20 دقيقة، وكل وحدة في الفرن تاعها. كيما راكم تشوفوا هنا راهي طابت، يعني ما خليتهاش تحمر بزاف. من بعد الكاطو تاعي راهو يبرد، انا نوجد كريمة الزبدة ولا لا كريم او بور. درت كمية من الزبدة اللي تكون بحرارة بدرجة حرارة الغرفة، يعني طرية بزاف، من المهم انها تكون طرية سينو ما حيش تحصلوا على كريمة الزبدة خفيفة. زدت لها كمية من السكر المسحوق، ضربتهم. وزدت كمية من الحليب البودرة. يعني أنا هنا صراحة غلطت، نورمالمون ندير 2 مغارف من الحليب السائل ومغرفة من الحليب البودرة. أنا غلطت درت 2 مغارف من الحليب البودرة ومغرفة من الحليب السائل، بصح يعني ولا حصلت على نفس النتيجة. وكيما راكم تشوفوا قعدت ضربتها واحد 2 ولا 3 دقائق حتى ولات خفيفة وطلعت وتضاعف الحجم تاعها. من بعد نديروها مدة 5 دقائق برك في الفريجيدار حتى تشد شوية روحها. كي يبرد الكاطو تاعنا ولا كريم بور تشد روحها، نبداو نلصقوه حبة بحبة. نديرو يعني كمية لاباس بها من كريمة الزبدة ونلصقوهم ونحطوهم يريحوا مدة 5 دقائق. في هاد ال5 دقائق انا ذوبت ما يعادل 200 غرام من الشوكولا. ذوبتها فوق حمام مائي، يعني على حرارة تكون متوسطة باش ما تحرقليش الشوكولا تاعي. كي دابت زدت لها ما يعادل مغرفة كبيرة من الزيت، يعني إضافة الزيت راح تخلي الشوكولاتة تاعنا تقعد تلمع وتقعد بريونت. من بعد نغطس كل حبة في الشوكولاتة هذيك ونزينها مباشرة، ولا نزين الأطراف تاعها مباشرة بالكاوكاو المحمص والملح متوسط. كيما راكم تشوفوا لو كان نخلو الحلوى تاعنا تبرد الكاوكاو ما راحش يلصق، يعني نخدمو حبة بحبة، كل ما نطليو حبة نزينوها ونحطوها. ويعني هاد الإضافة تكون اختيارية، كيما نقولوا هذه إضافة شخصية. هذه كمية الشوكولاتة اللي قعدت نعاود يعني نسخنها شوية ونديرها في كيس حلواني ونشبح بها الفوق تاع الكاطو تاعي ولا سطح الكاطو تاعي، وندير خطوط من الشوكولاتة راح تعطينا يعني من بال فينيسيون نتيجة كتير شابة. راكم تشوفوا زينهم، وطريقة التزيين والتقديم ترجع ليكم. وهاوليك الكاطو واجد، يعني صدقوني كاطو يدوب في الفم، طري طري وهايل وراح يعجبكم. اتمنى انكم تجربوا الوصفة وتعطوني رايكم، وما تنساوش ديروا جيم لا فيديو، بارطاجي لا فيديو، انفيتي فوز امي. والى الوصفة القادمة ان شاء الله. سلام.